ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهاردة هعمل معاكم دبابيس بصوص العسل. من حلاوتها مش هتبطلوا تعملوها، وسهلة ومش تاخد مننا وقت ولا مجهود. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والفولو والاشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي كيلو من دبابيس الفراخ غسلاها وعاملة فيها فتحات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وعندي هنا بقى بصلايه مقطعه قطع صغيره بالشكل ده، وواحده فلفل حار برضو مقطعه قطع صغيره، ومعلقه صغيره ممسوحه فلفل اسود، وواحده مرقه فوريه، ومعلقه صغيره مليانه ملح، ومعلقه صغيره بابريكا. بنزل بكل المكونات دي على الدبابيس وبقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد ما بتاكد ان التوابل دخلت في كل قطع الفراخ بشكل كويس، بضيف معلقتين كبار مليانين من العسل الاسود، وبقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد ان كل قطع الفراخ اتغلفت بالعسل. الوصفة دي تنفع قوي لو احنا مستعجلين وعايزين نعمل حاجة بسرعة كده متاخدش مننا وقت، وما نحتاجش ان احنا نقعدها في التلاجة عشان تشرب التتبيلة. ولكن لو احنا قعدناها في التلاجة من ساعتين لليلة كاملة بتدي نتيجة رهيبة. انا الصراحة كنت مستعجلة فسويتها على طول وطعمها كان حلو جدا، ولكن انا في العادي بسيبها في التلاجة شوية، ممكن ساعتين ممكن اكتر، بتدي نتيجة احلى واحلى. ولكن في العموم هي في الحالتين هتبهركم بجد، من الوصفات اللي مش هتبطلوا تعملوها ابدا. عندي بقى حلة على النار مسخناها كويس جدا، مش حاطه فيها اي مواد دهنية، هي بس الحلة سخنة، وبنزل فيها بالفراخ. انا مسخنه الحله علشان الفراخ اما تنزل عليها تاخد صدمة وتفضل محتفظة بالعصارة اللي فيها وتفضل جوسي ما تنشفش مني. يعني انا مش عايزة اشوح الفراخ ولا اديها لون ولا اديها طبقة كريسبي من بره ولا اي حاجة، هو بس مجرد ان الفراخ تفضل معايا جوسي ما تنشفش. شايفين اول ما نزلت بالفراخ عملت فقاقيع ازاي؟ ده معناه ان الحلة كانت سخنة جدا. بديها بقى تقلبتين 3 وبعد كده بنزل عليها بكوباية مية وبغطيها وبسيبها تستوي على نار بين المتوسطة والهادية. اول ما الفراخ بتستوي بطفي عليها. انا ما بسيبهاش لحد ما المية تتشرب تماما، لا انا عايزة يكون عندي صوص قوامه مش تقيل قوي ومش خفيف، يعني زي ما انتم شايفين كده. هي كده جاهزة عندي على التقديم. تقدروا بقى تقدموها مع رز ابيض، مع مكرونه فيتوتشيني زي ما انا عملت كده، ودي اكتر حاجه بتليق معاها. تقدروا تاكلوها مع بطاطس محمره، واهم حاجه بقى تغرقوا الصنف اللي جنبها من الصوص بتاعها. خطير يا جماعه. الناس اللي بتحب الحاجات الغير تقليديه هتحب الوصفه دي جدا، والناس اللي ما بتحبش الحاجات الغير تقليديه برضو هتحب الوصفه دي جدا. ما تستغربوش فكره العسل، جربوها حتى لو في كميه قليله وهتنبهروا بالنتيجة وان هي قد ايه حلوة. متنسوش بقى اللايك والفولو والاشتراك في القناة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.